أشبال الأطلس في مهمة الحسم، مواجهة نارية أمام ليبيا لختام بطولة شمال إفريقيا بنجاح. تتجه الأنظار اليوم الأحد 5 أبريل إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ونظيره المنتخب الليبي، وذلك برسم الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا. وتأتي هذه المباراة كحلقة ختامية لمسيرة متميزة قدمها أشبال الأطلس في هذه الدورة، التي تعد المحطة الأبرز للتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للفتيان. سيتم نقل المباراة مباشرة انطلاقا من 4:00 عصرا. القنوات الناقلة: قناة الرياضية المغربية، البث الرقمي، المنصات الرسمية التابعة لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم. مسيرة مثالية ومعنويات تعانق السماء. يدخل المنتخب المغربي هذا اللقاء وهو في أفضل حالاته الفنية والنفسية، حيث نجح الأشبال في بسط سيطرتهم المطلقة على المباريات السابقة. النتائج المحققة حتى الآن تعكس العمل الجبار الذي يبذله الطاقم التقني، وتتجلى في الانتصارات المتتالية التي جاءت كالتالي: الفوز على المنتخب التونسي بنتيجة 2-0، اكتساح المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة 3-0، تجاوز عقبة المنتخب المصري في لقاء قوي بنتيجة 2-1. هذه السلسلة من النتائج الإيجابية لم تمنح المنتخب المغربي الصدارة فحسب، بل أكدت على علو كعب الكرة المغربية في الفئات السنية على الصعيد الإقليمي. نظام البطولة والرهان القادم. تجرى هذه البطولة بنظام الدوري المصغر، حيث تشارك فيها 5 منتخبات من نخبة القارة السمراء: المغرب، تونس، ليبيا، مصر والجزائر. الهدف من هذا التجمع الرياضي ليس فقط التنافس على اللقب الإقليمي، بل الظفر ببطاقات العبور نحو كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وهي المنصة التي تحلم كافة المواهب الشابة بالبروز من خلالها. تفاصيل المشاهدة والموعد. لعشاق الكرة المغربية الراغبين في متابعة مواهب المستقبل،